اولا نقول الحاجه المهمه الاول، بعدين نتكلم في الهيافات اللي بتحصل. الحمد لله احنا بعتنا الفيفا المحامي، بعت له بالانجليزي وبالعربي والفرنسي كل اللغات انه الانضباط، ان الولد محمود عبد المنعم اللي شهرته كهرباء ما دفعش ولم يلتزم حتى الان عشان ياخدوا معاه الاجراء الصح. هو ده الصح بقى، مش جاب جون يقول لك انا دخلت الصح، لا هو ده الصح، الصح قوي. فراح دار اهو، الاستاذ امير بعته خلاص. الاستاذ محمود بيقول لي شكرا كلفته دلوقتي الحكم الترجم اللي طالع من لجنه الانضباط، وهيتم الحجز، حاجه اسمها حجز مال المدين لدى الغير. هيتم الحجز على كهرباء، وده عادي ما تقدرش تهرب خلاص، على فلوسه اللي في النادي الاهلي، وهنخطر البنك المركزي على اي جنيه ليه او لابوه او لامه او اخته، واي عقار سواء بقى في المانيال او في الكوبس اللي هو قاعد فيه دوت، وعلى عربياته. هو ده اللي بنعمله الصح في الوقت المناسب. مجلس الاداره المحترم بياخد القرار المناسب، واهم حاجه في القرارات انك تاخدها في الوقت المناسب. هو العيال بقى قاعد يقول لك فين وراح ما اشتكاش، والراجل المجنون ده لسه، والنبي لو عملت نمت على دماغك انت مجنون. لو قعدت تقول مرتضى ده بقى مش رئيس النادي، رئيس وزراء مالك برضه مجنون، عشان اللي انت عملته لن اغفره. ف مش اشتكاش ليه؟ اشتكي ماشي، عشان ايه؟ عشان الواد يروح يحط الحساب فين؟ الحساب المقفول. طب لما يحط الحساب المقفول يحصل ايه؟ ممدوح بس ياخدهم. انا لسه قايل 3 4 ايام الحمد لله قبل اجازه العيد ما تبدا ان ممدوح بس كان رافع دعوه على السيد وزير الماليه والسيد رئيس مصلحه الضرايب وعلينا ان ال 100 مليون جنيه اللي البنك محجوز عليهم دول بتوعه، وما تدهمش لنادي الزمالك، مش المقتضى مش عارف ولا للضرايب. القاضي الجليل رفض، قال له لا مش فلوسك، احنا لا حجز ما اترفعش. لما الضرايب في لجنه اتشكلت عشان الضرايب، اتفقنا هنبدا بمبلغ معين. وبالنسبه لممدوح عباس والله رفع ما رفعش، اهو المحكمه اخر حكم طلع انه ملوش حق. ده الجزء الاولاني. الموضوع الثاني تفاهه حسين لبيب. حسين كل مكالماتك معايا مسجله. تاني، كل مكالماتك معايا مسجله. حسين لبيب اسال الوزير مين اختارك تيجي في اللجنه. انا بقول لك اهو، احمد بيه جلال عارف مين اللي اختاره. انا اللي اخترته، انا اللي اخترتك يا حسين، ما تتنططش عليا، ما تتنططش. انا راجل عملت الاصول. يبقى انت بتقول انا بكلمك ما بتقولش على انت مين يالا؟ انت مين انت وحسن؟ انتوا كلكم مين؟ ولا حسين فوق. انا قلت تاني، اللجان معناها شقه اوضه مفروشه في عماره. العماره الانتخابات. انا لما دعيتك تنزل انتخابات عشان اخلص من قرفك، عشان اوري مصر كلها حجمك. لا اصل الحكماء مين يالا؟ سليمان عروف جاسر، على ممدوح عباس، على هاني اسمه ايه دون شكري، على الاشكال دي. ما انتوا اتنيلتوا 60 الانتخابات فاتت 12-0. لكن اذا انت اكرمت الكريم ما ملكته انت اكرمت اللئيم. طبعا انت عامل بيان ان انا بقعد اجري وراك وعايز اكلمك وانت ما بترش رد عليا. نعم هطمك، نعم هطمك تاني، ده انا هربيك. انت ما تعرفنيش تاني، انت ما تعرفنيش.
ده انت بتروح تعيط للفريق، بتروح تعيط للوزير، بتروح تعيط لطوب الارض والنبي عشان حاجه. تمام؟ المره دي لا سماح، انت غلطت هتتحاسب. وكل عيل غلط، كل عيل غلط هيتحاسب. استاذ محمود، اي حد غلط يتحاسب. خلاص، ما عنديش كبار وصغيرين، انت مش احسن من اي حد هنا. كم مصري راخد نفس القصه، وسليمان وعباس عملنا لهم السلاح. كله طلوع. مش هتيجي هتشتغل، ده لائحه بتقول كده. انما تقعد تقل ادبكم ونيجي ناخد اجراء تروح تجروا على الوزير والنبي يا سياده الوزير والنبي مش عارف يمين والنبي دوله الحقينا. لا، احترم اللائحه زي كل اعضاء، هنحترم. وبعدين الكارنيه اللي مش عاجبك، هو ده الكارنيه اللي جابه لك حماده، ده مزور. مش عارف الكارنيه بتاعي معاك كارنيه؟ مفيش كارنيه رصاصي طلع يا حسين، الكارنيهات كلها بيضه وما انطبعتش. شوف مين اللي ضرب لك الكارنيه ده وعامل لك جريمه تزوير. اهو ادي الكارنيه يا حسين اهو. ما عندناش كارنيه رصاصي. خد يعني ده الموضوع التاني، اللي بيغلط يتحاسب. احنا مش قاعدين ملطشه، مش عيال فاشله. وبعدين انت مش كنت بتلعب كره يد في الزمالك؟ هبطت ولا ما هبطتش؟ هبط. احترامي كمان دوريش المعلم الكبير بتاعكم، مش كان مدرب؟ هبط ولا ما هبطش؟ هبط. احنا بقى بندفع من جيبنا ما بنقبضش. احمد سيمان هبط ولا ما هبطش؟ هبط. هاني شكري ادى الواد 400,000 جنيه، خدوا 350 من النادي وحجز على النادي. خلصنا من دي. نمرة 3 بقى، في ولد بيقعد يخبط يقول لك ايه، وامام عاشور لما مشي، امام عاشور لما مشي، ابوس دماغ امام عاشور عشان يقعد. فرجوا يا ابني امام عاشور اتحايلنا عليه قد ايه في الحته دي. انا بقول لامام قدام العالم كله احنا متمسكين بيك وهنعمل لك عقد جديد، لان امام يناير القادم فري، يتعاقد مع اي حد مجانا، يروح هو كده. بعد الماتش على طول لما خلص، عشان طبعا اكلم سيادة المستشار ويستأذنوا في العرض. طيب امام، ممكن الاقتراح اللي انا قلته دلوقتي ولقى قبول عند زيزو ومضينا، تقعد ونعمل عقد جديد بمقابل محترم يليق بيك وموهبتك؟ بس هي دي فرصة، والفرصة ما تجيش الا مرة واحدة هل في فرصة انك تقعد ونعمل لك عقد؟ انا زي ما قلت لحضرتك، انا ما عنديش مشكلة في ان انا اكون تحت امر الزمالك في اي وضع، بس انا دي فرصة، والفرصة زي ما قلت لحضرتك بتيجي مرة واحدة، وانا بستأذن حضرتك ان انا عايز احترف، ربنا يكرمني ان شاء الله، تبقى خطوة كويسة ليا. اتفرجت بقى هتحايلنا عليه قد ايه؟ طيب ومصطفى فتحي لما ماشي، مصطفى فتحي اللي مش هيجي دلوقتي علشان الظروف اللي في النادي، اللي هي ظروف ايه؟ ظروف ايه؟ انا جايبه؟ اتفرجوا يا ابني مشي ازاي؟ يعتز بيك وعايزك تكمل، وعايزك تكمل في النادي. بقول له مصطفى هيتم تعويضك وخليك في بيتك اللي انت بتحبه، انت متربي فيه من ساعه ما الكابتن محمد صبري، طبعا محمد صبري انا فاكر هو اللي جابك نادي ومنصوره بلدياتي يعني، بس محمد صبري من بلبيس. مش شرقية. انت مش شرقية. برضه ليه الفضل ان هو جاب لنا موهبه زي مصطفى. انت مصمم على الاحتراف. طيب ما اسمعش صوتكم تاني بقى، مش هبوس دماغ اي لاعب عايز يمشي، بس انا ليا كلمه عندي، انت زي ما تكون عارف هو حضرتك اللي انت بتعمله ده الهدف ايه؟ انك تتصور جنب واحد لابس فانيلا الزمالك، انك تتصور فانيلا الزمالك، ما فيش حد مشاك يا امام. انت فاكر كده بتدغدغ مشاعر الجماهير وانا بقول يا مامي بقى خلاص؟ ما بقولش يا ابني يا مامي. عايز تيجي الزمالك قول والله انا عايز تيجي الزمالك، الباب مفتوح. طارق حامد عايز يرجع الزمالك، الباب مفتوح. مصطفى فتحي عايز يرجع الزمالك، ده احنا ما خدناش فلوس لغايه دلوقتي، الباب مفتوح. تمام؟ انما الشغل ده بقى شغل بلدي قوي، ومفيش لاعب في نادي الزمالك طول ما انا موجود هتحايل عليه يقعد او يرجع. ده اذا كان ده الكرامه والكبرياء والوطنيه اللي موجود على الباب، ده اول حاجه الكرامه، نادي الكرامه الوطنيه. انما انتوا مشيتوه، ما مشيناش حد. واديك شفتوا مصطفى مشي ازاي؟
قعدت اتحايل عليه قال لي عايز امشي، ما خدناش الفلوس لغايه دلوقتي. وامام عاشور هنا عيط وبكى ويعيط وكلنا نعيط، ولا في الاخر عايز يمشي. مش هجيب حد، مش هرجع حد الا اذا كان هو عايز يرجع. كرامه، كرامه النادي ده اهم مني انا ومنك، واللي بيقعد يخبط ويتشنك دي كرامه النادي. امام ولد مؤدب وزملكاوي، بس مش انا اللي ماشيه. مصطفى فتحي مش انا اللي ماشيه. يقول لك هو مصطفى فتحي مش هيرجع في التوقيت ده ليه؟ بعذبه؟ انا مش فاهم، انا بعذبه؟ عايز يرجع يرجع، ما يرجعش، هو حر، ده عنده 30 سنه. مش هيكون اغلى من طارق حامد، مش هيكون اغلى من ابو جبل. مين؟ ساسي مش كفايه بقى، كفايه نفخ في اللعيبه. ولا انت عايز انت اللي تشتمهم وتقطع فيهم وتقطع في المدير الفني؟ ها؟ واللعيبه الرجاله المتحمله هي اللي بتشتم وقاعده معاهم، واللي مشيوا هم اللي انتوا عايزين تبصوا ايدهم يرجعوا. امام عاشور اهلا بيه، وابو مراته زملكاوي، والكوافير بتاع الاسره بتاعتي، وابنه بيلعب هنا. عايز يرجع اتفضل، بس اي حد عايز يرجع يخلص نفسه من النادي اللي هو اشتبك فيه. دماغنا وجعانه تاني، دماغنا وجعانه. مش هقول تاني. اللي بيدير النادي مجلس اداره منتخب من جمعيه عموميه محترمه. اما بقى التحفيل بتاع النادي الاهلي، النادي محترم وعظيم. مش هاتي اللي بتحفل عشان اسامه نبيه ويوسف اسامه نبيه والواد الثاني سيف بحث. اقسم بالله العظيم لو الاثنين عايزين يروحوا الاهلي هاخد توك توك اوصلهم بيها للنادي. انا بقى اجيب توك توك اللي هو مستوطح، تمام؟ هو انا الفيلم اللي اتعمل ده عشان يزودوا 4 مليون جنيه في بيراميدز؟ والاخر مره بقول لك يا شيخ سالم الشمسي، يا صديقي العزيز يا محترم، انت عارف علاقه دوله الامارات ايه؟ عندكم كان ولي عهد دلوقتي حاكم البلد شخصيه محترمه، انت عندك صوره لما بيعملها. وعندك الاستاذ عبد الله اللي بيدعيني دايما انا واسرتي، راجل بيشتغل في الامن، عندكم حاجه كبيره محترمه. وعندك الحبتور. انا علاقتي بالامارات محترمه، مش ممكن سايب 3-4 عيال شغالين على لعيبه الزمالك. انت يرضيك كده؟ وانا فكرتك الزمالك بس. انا فكرتك. هو انا اللي ضربت لعيبتك وهنتهم في بلدك؟ ده النادي المنافس اللي انت جايب كل الطقم اللي عندك ماسك الكوره والنادي اهلاويه. عمرو وممدوح وهاني كلهم اهلاويه. هو انا اللي كنت طالع التاني ورموني وخدوا النادي التالت مكانك في البطوله الافريقيه؟ مش انا. شيخ سالم مش انا. ابعد الولاد اللي عندك عن لعيبه الزمالك. مصطفى فتحي اللي بيلعب عند سيادتك دون دفاع النادي بتاعه ما دفعش فلوس خالص. شيخ سالم مش ممكن كل لعيب الزمالك بيحلم مجرد انه جه في الحلم كده، سواء بقى عايزينه ما تعرفش الاحلام دي احيانا بتبقى حقيقه ولا لا، يجروا عليه عايزينه. ده ما يصحش، ده ما يصحش. وخلي علاقتنا بحضرتك والشعب الاماراتي ودوله الامارات المحترمه زي ما هي كده. نلم العيال دي وفي ايدك تلمهم. الشيخ سالم ده احنا جينا ننقل الماتش وخدنا موافقه الامن والجيش في الدفاع الجوي عشان ما كانش في ملعب بقى، وانت اللي قلت لي موافق. تاني يوم قلت لا يا شيخ سالم، لا بص، الاحترام متبادل والعلاقات طيبه متبادله، واحنا عمالين نقدم ايدينا اليمين ورجلينا الشمال واليمين والشمال، وعندك العيال بتبوظ العلاقات. الزمالك ده بيمثل نادي مصري، وبيراميدز ده
مالكه راجل اماراتي محترم اسمه سالم الشمسي، وكان قبل كده مالكه اخويا وصاحبي وحبيبي اللي لسه معايد عليا اخويا المستشار تركي الشيخ المحترم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هو في ايه؟ لموم يا شيخ سالم عشان الكل فاض من العيله. كل سنه وانتم طيبين. اما انت حسين يا لبيب، انت انا بكلم انت بص اهو، انت بقى اهو شفت انت قد ايه؟ بكلمك وانت ما بتردش عليا. لو راجل تعالى النادي، مش انزل انتخابات بقى، لو انت راجل تعالى النادي بس بعد التحقيق. الباب مفتوح لك تحقق فيه، والله طلعت بريء، طلع بريء خلاص احفظ يا استاذ محمود، ما طلعش بريء بعد ما تاخد اجراءك في اللائحه. شكرا.